هو انا ليه كل ما حد بيقرب مني بخاف وببعد؟ في ناس كل ما حد يقرب منهم بيحس ان هم اتخنقوا ومش قادرين وعايزين يبعدوا، حتى لو كان نفسهم في العلاقه دي قوي وبيحبوا الشخص التاني. بيكون في الاول متحمس جدا، بس اول ما ندخل في الجد بيبدا ياخد خطوات لورا ويبدا يختفي ويقول للطرف التاني انا مش مستعد دلوقتي، رغم ان هو حاسس بالذنب بس مش قادر يكمل. قبل ما تحكم على اللي بيعمل كده خليني اقولك ان هو مش جبان ولا بيلعب بمشاعرك، هو نفسه بيكون مش عارف هو بيعمل كده ليه. اللي بيحصل ده اسمه التعلق التجنبي، ودي حاجه محدش بيختارها، بس هو بيتكون جوه الشخص بسبب حاجات هو مر بيها زمان. ممكن يكون اتعلم ان كل علاقه بتقرب قوي بيكون وراها وجع كبير، مثلا ما كانش عنده امان كفايه غاطف، فده خلاه يتعلم انه ياخد العلاقه من على الوش بس، ورغم احساسه بالوحده بس هو فعلا مش قادر يكمل مع حد. اول خطوه بقى عشان تخرج من الدايره دي هي الوعي، انك تبقى فاهم ان اللي بيحصل لك ده مش عشان انت مش طبيعي ولا توكسيك زي ما اصحابك بيقولوا لك. محتاج تعود نفسك على انك تقرب من غير خوف، ومش لازم كل العلاقات يكون فيها تهديد. احنا في يوتوبيا موجودين عشان نساعدك تبني علاقه مع نفسك الاول قبل ما تبنيها مع حد تاني.